شوف يا اخي الانصاف لما يجي لك بعد سنه ابراهيم فايق بيذيع ماتش، بيذيع تسريب الفار او اللي حصل في غرفه الفار بين حكم الفار ومحمد عادل، تمام، في ماتش الزمالك والبنك الاهلي. الكلام ده حصل من سنه مع كلاتنبرج. طبعا كلاتنبرج كان بيذيع جميع محادثات الفار، واتفاجئنا بعديها بان المحادثات بتذاع في كاس العالم للانديه بأمارة مباراة النادي الأهلي. طبعا كلنا شفنا الحكم وهو بيدي القرار ذاعه في الميكروفون، وحتى غرف الفار نفسها بيتذاع كل اللي بيتقال في غرف الفار. طبعا الكلام ده أيام كلادنبرج ما عجبش الناس، مع إن الأمور كانت ماشية بتمام وكل حاجة، يعني التحكيم كان ماشي بحيادية شوية، اللي هو كله خايف من أي قرار هيحصل من رئيس لجنة التحكيم اللي هو كلاتنبرج، تمام. لكن ما عجبناش الكلام، رجعنا تاني مشينا كلاتنبرج وقلنا خلاص هنعين خبير تحكيم مصري. شفنا أزمة التحكيم وشفنا أزمات التحكيم الفترة اللي فاتت. شوف بقى إبراهيم فايق سبحان الله بيثبت لنا إن الراجل اللي كان موجود ده هو أحسن راجل، وكان راجل ماشي صح، تفكير أوروبي، تفكير مش بايظ،